مساء الخير عليكم، عم زينهم بيحييكوا في زينهم في الترند. ياه والله زمان يا غزل المحلة، وعلى رأي المثل اللي بيقول ضربني وبكى سبقني واشتكى، واحنا واصلين للعالمية وانتوا اخركوا حتة ب100. النهاردة الماتش بين الزمالك وغزل المحلة كان ماتش ضرب نار، لان الزمالك بيفلت من فضيحة من الشوط الاول من غزل المحلة، لان غزل المحلة لو كانت داست على نفسها شوية كانت ممكن تطلع الشوط الاول غالبة على الاقل 4-0، وكانت هتبقى النتيجة دي ما عملهاش الا هلاوية. بس بيني وبينكو اللي بيحصل ده عدل من ربنا، اصل بصراحة ما ينفعش واحد ليل نهار عمال يطلع يشتم في خلق الله ويشتم في اللعيبه بتاعتهم ويقعد كده في يسوق في سمعتهم ويطلعهم ان هم بيشربوا مخدرات وحشيش ومنشطات. لا وكمان مش بس كده، لا ده كمان بيقدم شكوى في كهربا على اساس ان كهربا بيشتم بالفاظ بذيئه، يعني على اساس ان انت يعني اللي انت بتقوله ده ايه مسك. فعشان كده انا بقول اللي بيحصل ده عدل من ربنا، طالما رئيس النادي محدش عارف يتدخل ولا حد عارف يوقفه عند حده، فدي بقى العداله الالهيه، ان انتوا كده تفضلوا تخسروا وتفضلوا تنزلوا لتحت لتحت لحد ما بقيتوا رابع الدوري ولا خامس الدوري. ده حتى الكوره مش راضيه تخش لكم جون عشان ربنا مش موفقكم، وده كله بسبب رئيس النادي بتاعكم. عشان كده انتوا قدامكم حل من الاتنين، يا تستغنوا عنه يا اما المصايب هتفضل وراكوا وراكوا وهتفضلوا تخسروا كده لحد اخر العمر. بس ازاي تعملوا كده وانتوا بتقولوا ان ده الاسد بتاعكم وان ده اللي رجع يجيب لكم البطولات وان هو رجع يجيب لكم حقكم؟ بس بصراحه هو رجع عشان يوقعكم في شر اعمالكم وبصيته كمان. ادي رئيس لجنه الحكام مشي عشان بعد كده يبقى احسن احتواء عليك عشان ما تهبطش بقى للدرجه التانيه. وتقريبا كده الشوط التاني في ماتش الزمالك وغزل المحله الفار يتعطل عشان الحكم شكله كان خرمان وعايز يروح يعمل كوبايه شاي، او كان رايح يشرب كوبايه شاي بالياسمين. بس انا كده عندي سؤال بسيط، هو ليه فتوح لحد دلوقتي بيطلع بره القايمه؟ هل دي بقى ادانه ليه ولا دي توجيهات من رئيس النادي ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ما احنا برضو من حقنا ان احنا نفهم، ولا هو مستني كده يعدي ال40 يوم لحد ما مفعول الحشيش يروح زي ما هو بيقول؟ بس هقول ايه، احنا لو في منظومه كرويه ناجحه كان المفروض الموضوع ده اتحقق فيه، بس هنقول ايه للاسف. المشكله بقى في الماتش بتاع غزل المحله والزمالك ان الجونين بنفس الطريقه، ان كان الهجوم كان بيضرب خط الدفاع بره واحده، وتحس كده ان نص الملعب في الزمالك كان تايه ومش على بعض ومش عارفين يودوا كرة لبعضيهم، وكانوا دايما يلعبوا الكور الطويله. ايه الحكمه ان انتوا تلعبوا الكور الطويله لما انتوا مش بتعملوا بيها حاجه؟ تعالوا اتفرجوا على عمامكم وهما بيبدعوا في الماتشات واحنا نعلمكم ازاي تلعبوا. بس الجون الاول لغزل المحله تحس ان حسام عبد المجيد بيقول للمهاجم بتاع المحله روح يا ابني روح يا ابني ربنا يستر عليك انا مغطي الاوفسايد، عشان الواد ياخد الكوره وعواد يطلع بطريقه غشيمه والواد يسقطها من فوق وتيجي جون حكايه، عشان بعدها بدقايق يجي الجون التاني برضه بهدف رائع وبنفس الطريقه وبنفس ضربه الدفاع، وبرضه هو حسام عبد المجيد. ومننساش طبعا النفع اللي خده رؤى الكوبري اللي دخل فيه وكان هدف حكايه بصراحه. انا بقى هنا عندي سؤال، هل فيريرا البروفيسير اللي انتوا كنتوا بتقول ان المفروض المدربين يجوا يقعدوا معاه ويتعلموا منه وياخدوا منه كورسات، هل حد متآمر عليه ولا هو ده فعلا اخره؟ وهل اسامه نبيه بعد ما اتخانق معاه وهو السبب في البلبله اللي حصلت دي كلها اللعيبه هترجع تلعب معاه وترجع تكسب، ولا يحصل العدل بتاع ربنا زي كل مره؟ عارفين المشكله في ايه؟ انا مش صعبان عليا في ده كله غير الجمهور الغلبان يا عيني اللي يروح وراكم في اي حته ويروح يا عيني يقعد يدفع دم قلبه ويدفع مصاريف ويروح هنا وهنا عشان يتفرج عليكم ويشجعكم وفي الاخر تخذلوه الخذله دي. حقيقي الله يعينهم. نيجي بقى عم العالم ابطال افريقيا الاسياد، يعني الروان كله، يعني الليله حمراء، يعني اي 11 لاعب بيلعب جواه فتكون مطمن ان ال 11 لاعب دول اللي بيلعبوا عيال رجاله. وده لان احنا عندنا منظومه واضحه وما فيهاش اي مصالح خالص ولا اي لعب من تحت لتحت، وده لان عندنا رئيس نادي قافل على الاداره وقافل على المنظومه كلها واللعيبه وما بيطلعش يقعد يشتم في حد ويجرح ويجيب في سيره فلان وعلان. والرد بتاعنا ده
دايما بيكون جوه الملعب، فعشان كده احنا بناخد حقنا في الملعب. وطبعا اهلا بعودة المخيف شريف، وشريف المخيف يرجع للتهديف وتبقى ايه هداف الدوري. ان شريف لو رجع لمستواه ورجع يهدف تاني والله هيجيب نادي الماء بسهولة جدا. بس انا بقى عندي سؤال بسيط، هل دلوقتي اي مدرب بيعمل نتائج حلوة بتقولوا عليه بروفيسير، ولا انتوا البروفيسير عندكم بيكون على اي اساس؟ بس انتوا بتحبوا اللي يوكلكوا الاونطه، عكس احنا عندنا المدرب الراجل ما بيردش غير جوه الملعب، وملوش في جو ان هو يقصف جبهه ولا الكلام الفاضي ده كله. وبعد اذنك طول ما انت فريقك ما فيهوش واحد زي اليو ديانج فما تتكلمش معاه. والقاكوا بقى في كاس العالم للانديه، وانتوا اقعدوا العبوا مع بعضكوا كده في الدوري شويه لحد ما الاسد يرجع. وده ليه بقى؟ لان احنا بنوصل العالميه وانتوا اخركوا حته ب100. اقول لكم على حاجه كمان، سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.